BMS اصلا يعني ايه؟ هو اختصار لبيلدينج مانجمنت سيستم. ممكن تلاقي ناس ثانيه بتقول لك عليها BES، اختصار لبيلدينج اوتوميشن سيستم، نظام اداره التحكم المباني. يعني هو مجال مهم جدا لازم يكون موجود في جميع انظمه المباني. يعني قبل كده انت مثلا لما تلاقي اي مبنى كان موجود بتلاقي موجود فيه الالكتروميكانيكال، ما بتلاقيش فيه النظام ده. حاليا اصبح ان انت لازم المباني الجديده وخصوصا الاماكن المهمه جدا لازم يكون فيها حاجه ثابته وحاجه اساسيه. طيب ايه هو اصلا؟ هو نظام اداره تحكم ومراقبه المباني. طب انا بتحكم في ايه وبدير ايه وازاي ده بيتم؟ الهدف من المجال ده وقت ان انت بتوفر استخدام طاقه، بتوفر عماله، بتشوف انت المبنى اللي انت شايفه، كل المبنى الضخم اللي عندك ده كله تقدر تشوفه من خلال ورك ستيشن صغيره خالص وانت قاعد في اوضه مثلا تحت في البيزمنت ولا حاجه او في الجراوند او في ايا كان. طيب ايه المراحل اللي بيتم بيها؟ المرحله الاولى مرحله الورك ستيشن، تمام. دي بتبقى اوضه الكنترول روم، بيبقى فيها انا بقدر اتابع وراقب المبنى عن طريق الجهاز بتاعي والكيسه بتاعتي. تاني مرحله مرحله الكنترول. مرحله الكنترول دي اللي هي بيبقى مثلا الكنترولر بقى اللي انا من خلاله هقدر يعني ابعت سيجنال ويبعت لي اشارات، يعني انبوت واوتبوت. يعني هعرف اتحكم في المبنى ده ازاي؟ عن طريق كنترولر. الكنترولر ده طبعا بيختلف بقى على حسب، يعني في منه كذا براند، كل شركه شغاله بايه. يعني مثلا هتلاقي مثلا في عندك زي جونسون كنترول، براند مثلا زي هانويل، زي سيمنز، زي شنايدر. دي كلها انواع كنترول طبعا بتختلف طريقه البرمجه بتاعتها ايه وطريقه الكودينج بتاعها ايه، بس الكونسبت والفكره ثابته، يعني هي الحاجه واحده. تالت مرحله بقى مرحله الفيلد ديفايسز. يعني مرحله بقى يعني انت مثلا جبت الكنترولر دوت انت هتبعت له اشاره لايه؟ لسنسور مثلا. طب السنسور ده هيرد عليك برده. يعني دي مرحله الاجهزه بتاعتك اللي انت بتركبها على الحاجه اللي انت عايز تراقبها او تتحكم فيها، تبقى شايف الدنيا دي كلها. انت BMS بيبقى داخل معاك اي نظام في المبنى انت عايز تتحكم فيه، اي نظام ايا كان انت عايز تتخيله ايه. ده طبعا بتبقى مثلا على حسب بقى بنود المشروع ايه وحسب الاتفاق مع الشركه المنفذه او الاستشاري او المالك. والله انا عايز مثلا غرف الكهرباء مثلا كلها سواء MDBات او ايا كان ايه تبقى موجوده معايا في BMS، فانا ليه ربط عليها قبل غرفه الكهرباء. هو BMS اصلا يعني معمول اكتر لنظام التكييف المركزي، ان انا بحاول ان انا اتحكم واشغل في واحد الاير هاندات، التشيلرات، الفان كول يونت. ان انا من خلال الاوضه وانا قاعد مكاني بدل ما ببعت مثلا واحد يطلع يلف لي على كل الاير هاندات اللي موجوده عندي سواء في المبنى كله، لا انا ممكن من خلال جهاز الورك ستيشن بتاعي وانا قاعد تحت اقدر ان انا اتحكم، اشغل، افصل، اعرف مثلا في الارم موجود، في اي مشكله موجوده عندي من خلال الورك ستيشن اقدر اعرف هي موجوده ولا يعني ايه اللي بيتم من خلال البرنامج ده. ليكن عندي مدرسه او عندي مستشفى مثلا، المستشفى دي او ايا كان المبنى اللي عندي ايه، ممكن ان انا اخلي مثلا ان اللايتنج بتاعي يبقى مثلا من الساعه 9 الصبح مكان ما بيبدا الشغل لحد الساعه 5، ومن بعد الساعه 5 لحد الساعه 9 الصبح تاني انا ممكن افصل اللايتنج دي كلها اوتوماتيك لوحده. انت بتعمل تايم سكادول انك انت ممكن تفصل الكلام ده كله. ان احنا قلنا في عندنا مراقبه وفي تحكم. انا في انظمه انا بقدر ان انا اتحكم فيها بحيث ان انا اشغلها، افصلها، اوقفها، وفي حاجات تانية انا براقبها بس، باخد منها ستيتس بس، باخد منها حالتها بس، في مشكله عليها ولا لا. طيب الانظمه اللي انا بقدر اتحكم فيها زي طبعا انظمه التكييف المركزي كلها، جميع الوحدات بقى، سواء اير هاندات، سواء فان كول يونت، سواء شيلرات. الانظمه اللي انا براقبها بس، يعني حاجات زي الجنريتور انا ماليش ان انا اكسس ان انا اشغل او افصل فيه، جاست ان انا باخد منه ستيتس وتريب بس. حاجات مثلا زي غرف الكهرباء مثلا، غرف الIT، الUPSات، انا الحاجات زي دي مش يعني مش هيفرق معايا ان انا اشغلها، لان الحاجات دي مش كل شويه انت مثلا بتشغل وتفصل. زي مثلا اير هاندات، انا ممكن مثلا معايا 30 وحده اير هاند مثلا فوق على الروف، انا ممكن افصل لك اشغل 5 6 بس والباقي انا عايز افصله. لكن حاجات زي الكهرباء مثلا، غرف الIT، الUPSات، الMDBات، دي حاجات دايما على طول شغاله، فانا بس باخد منها مراقبه بس عشان اعرف مثلا لو حصل فيها عطل، حصل فيها اي حاجه. هل صعب ان انا ليا اكسس عليها؟ لا، في الاغلب ان انا براقبها بس. طب لو انا مثلا ما كانش عندي نظام BMS ده في المبنى، انا وليكن مثلا عندي 30 اير هاند مثلا على الروف، انا ال 30 اير هاند دول مثلا بيبقوا شغالين مثلا في نفس الوقت. لو حصل انا ممكن عشان اشغلهم هضطر ان انا ابعت واحد فوق يطلع لي يشغل لي اير هاند واحده واحده. مثلا حصل في مشكله مثلا في اير هاند رقم 7 و8 مثلا، انا وانا قاعد تحت فانا ما اعرفش مثلا اير هاند دي فصلت، فانا هحس بيها ازاي؟ هعرف منين ان في مشكله حصلت في الاير هاند دي؟ لو انا في الكليه وعايز ابدا اركز على مجال BMS، ايه اللي انا ابدا اذاكره؟ ايه اللي انت تبدا تذاكره؟ طيب اول حاجه انت لازم، يعني هو BMS ينفع مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس ميكاترونكس، مهندس اتصالات، الصم دي كلها ينفع ان هو يعني يشتغلوا في المجال. الحاجات اللي انت تكون عارفها لازم تكون فاهم كويس جدا نظام الاتش فاك بيشتغل ازاي، تكون ملم بيه، فاهم اصلا ايه اللي بيحصل، لانك انت زي ما قلت لك انت بتعمل سيكونس تشغيل ليه، فانت لازم تبقى عارف وظيفه كل حاجه فيه ايه. الاير هاند بتشتغل ازاي، تشيلر مثلا، لانك انت بتخش مش بتعمل سيكونس تشغيل لتشيلر واحد بس، انت بتعمل لمحطه التشيلرات. تاني حاجه تبقى عارف ككلاسيك كنترول هتفيدك انت بحيث انك انت تبقى فاهم كنترول الدنيا ماشيه ازاي، التوصيلات ديت ايه، ده رايح فين، الريليهات، الكوميونيكيشن بروتوكول، لازم تبقى فاهم البروتوكولز او الكنترولر دي بتتعامل مع بعض ازاي، بيتكلم بعضها ازاي، بربط ما بينها ازاي. لازم تبقى فاهم لوجيك كويس برضو، لانك انت اصلا بتبرمج الكنترولر ده على فانكشن بلوك اند والاور والنوت والسيكونس والBID. لازم تبقى فاهم طبعا كويس الBID. السيجنال طبعا لازم تبقى عارف الفرق بين الباينري انبوت انالوج انبوت. ايه الفرق اصلا بين الباينري والانالوج؟ لانك انت مش كل الحاجه تبقى ستارت ستوب، لازم يبقى عندك تمبريتشر سنسور مثلا يقيس لك درجات حراره، فدرجات الحراره بتيجي مثلا متفاوته،
فما بتبقاش مثلا يا 0 يا 1، فانت لازم تبقى فاهم ايه الفرق بينهم هما الاثنين. بس يعني دي كل الحاجات اللي انت لازم تبقى ان ديتيلز طبعا علشان تبقى مهندس بي ام اس شاطر جدا. شكرا. بس كده خلاص. هتديني كام بقى على الفيديو ده؟